حبايبنا الابطال، يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وراحه بال. نحل مع بعض دلوقتي بقى اسئله الغدد الجارات الدرقيه. طبعا الجارات الدرقيه يا جماعه قلنا كانت بتصنع هرمون اسمه الباراثورمون. وده الهرمون اللي بيتحكم في نسبه الكالسيوم، كان مسؤول عن رفع الكالسيوم في الدم، وده كان عكس الكالسيتونين. اي ممال يؤثر فيه افراز هرمون الباراثورمون. طبعا اجابه طبعا د، تركيز الكالسيوم في الدم. تتميز عظام الطيور بانها مجوفه وخفيفه الوزن. يعني إيه خفيفه الوزن؟ يعني ما عندهاش كالسيوم كتير، يعني لذلك لا تحتاج الى ترسيب كالسيوم. هي مش محتاجه كالسيوم، يبقى هي مش محتاجه باراث هرمون، يبقى الاجابه هتبقى ج. اي البدائل التاليه تعبر عن هرمونين عكس بعض؟ طبعا عكس بعض، وش الكالسيتونين والباراث هرمون. الكالسيتونين كان بيقلل الكالسيوم في الدم، والباراث هرمون كان بيرفع الكالسيوم في الدم. وبالتالي يا جماعه الاجابه هتبقى د. اي الثنائيات التاليه تربطها علاقه غير صحيحه للتغيرات التي تمثلها الرسومات البيانيه التاليه في جسم الانسان؟ بيقول لك اي الثنائيات التاليه تربطها علاقه غير صحيحه. تعال نشوف. هو مع مرور الزمن لو الكالسيتونين في الدم قل. هو الكالسيتونين ده بيعمل ايه؟ بيقلل الكالسيوم في الدم، يعني بيزود الكالسيوم في العظم. صح ولا لا؟ اه. الكالسيتونين بيقلل الكالسيوم في الدم، يبقى بيزود الكالسيوم في العظم. هو بيقول لك بقى عايز علاقه غير صحيحه مع مرور الزمن. الكالسيتونين في الدم لو قل. الكالسيتونين في الدم لو قل. تمام. تعالى بقى نشوف على الكالسيوم. هل الكالسيوم في العظم هيزيد؟ يا عم انا بقول لك ان الكالسيتونين اصلا هو اللي بيزود الكالسيوم في العظم. صح ولا لا؟ يبقى مع مرور الزمن لو الكالسيتونين في لو الكالسيتونين قل، المفروض الكالسيوم في العظم يقل بقى، العكس. يبقى ما ينفعش اقول بيزيد. يبقى بالتالي عين وصاد الاثنين ضاربين بعض، يبقى الاجابه هتبقى د. بعد اطلاع احد الاطباء على نتيجه التحاليل في الجدول والتي تمثل احد العناصر اكس، يعني اكس ده عنصر يا عم الحاج هو الكالسيوم من الاخر. واحد عنده ايه بقى؟ تشنج عضلات، وانا قلت لك قبل كده ان نقص الباراث هرمون تؤدي الى حدوث تشنج ايه؟ تشنج عضلي. يبقى المتوقع ان الهرمون ده اللي هيطلع مين طبعا يا جماعه؟ ج. طبعا هو هرمون الباراث هرمون. طبعا ده اللي ما لو قل الباراث هرمون كان يعمل تشنجات عضليه. الرسم البياني التالي يوضح بعض التغيرات المحتمل حدوثها لتركيز احد العناصر الهامه. اي الاختيارات في الجدول يمكن ان يمثل الهرمونات التي تفرز ليتغير التركيب من الف لب. اه ركز بقى معايا لو سمحت. من الف لب، انا شايف ان هنا يا جماعه من الف لب الكالسيوم بيقل. اللي بيقلل الكالسيوم ده اسمه ايه؟ كالسيتونين. طب بص بص، من جيم لدال انا شايف ان الكالسيوم بيزيد. اللي بيزود الكالسيوم اسمه باراث هرمون. وبالتالي السؤال ده سهل جدا، الاجابه بتاعته هتبقى د. اللي بيقلل الكالسيتونين واللي بيزود الباراث هرمون، ودول بيحافظوا على نسبه الكالسيوم من 9 ل 11 مللي جرام بر ديسيليتر، ودي نسبه الكالسيوم الطبيعيه. السؤال اللي بعده. نادرا ما تصاب بعض السيدات بمتلازمه شيهان سندروم. تلاقي شيهان سندروم دي الست بتقعد تنزل بعد الولاده يا ولاد، والنزيف اللي بيحصل ده الدم اللي واصل للغده النخاميه بيقل. الدم اللي واصل للغده النخاميه ايه؟ بيقل. وبالتالي يا جماعه هل هينخفض ضغط الدم؟ اه. صعوبه حدوث الرضاعه؟ اه، لان طبعا خلاص البرولاكتين اللي طالع من الغده النخاميه باظ. زياده وزن الجسم؟ اه، ما اكيد التي اس اتش اللي بيطلع سيروكسين هيحصل فيه مشكله. مفيش تي اس اتش وبالتالي مفيش سيروكسين، فالست يجي لها ميكسيديما تبقى تخينه. انما تحرر الكالسيوم من العظم، احنا قلنا يا جماعه هل الغده النخاميه ليها علاقه اصلا بالكالسيتونين ولا ليها علاقه اصلا بالباراث هرمون؟ قلنا لا. وبالتالي الاجابه الوحيده اللي ملهاش علاقه هي مين؟ الاجابه ج. يبقى اي ميمالي لا يصاحب هذه المتلازمه تحرر الكالسيوم. يعني كانوا بيقول لك عايزك تختار حاجه ملهاش علاقه بالغده الايه؟ النخاميه. ما العامل المشترك اللي بيأثر على الغدد الجارات الدرقية والغدة الدرقية؟ أولا بس هو المشترك ما بينهم إيه؟ الكالسيوم. ليه؟ الجارات الدرقية كانت بتصنع باراث هرمون، والباراث هرمون كان بيزود الكالسيوم. والدرقية كانت بتصنع كالسيتونين، والكالسيتونين كان بيقلل الكالسيوم. يعني ممكن أقول لك إن دي كده الجارات الدرقية، ممكن أقول لك دي كده إن دي كده الغدة الدرقية، وتقول لي إن المشترك اللي ما بينهم يا ولاد هو الكالسيوم يا دكاترة. وبالتالي طبعا الإجابة هتبقى ألف، نسبة الكالسيوم فين؟ الكالسيوم في الدم. السؤال اللي بعده. الرسم البياني المقابل يوضح تركيز أيونات الكالسيوم. ما التركيز الذي يبدأ عنده هرمون الباراث هرمون في تنظيم المستوى؟ ثانية بس، هو الباراث هرمون بيشتغل امتى؟ لما الكالسيوم يبقى قليل. تعال نشوف.
ده كده الكالسيوم طبيعي اهو. هنا زاد مالناش دعوه بيه، هنا قل عند النقطه دي بقى الكالسيوم قليل، يبتدي الباراث هرمون يشتغل ويرفع الكالسيوم. هي النقطه دي مين؟ مش رقم 6 اهو. امشي كده بالقلم هتلاقي النقطه دي عند كام؟ النقطه دي عند 6. وبالتالي الاجابه طبعا هتبقى الف، التركيز 6 يا ولاد. السؤال اللي بعده. من خلال دراستك للمخطط المقابل، اي العبارات التاليه تصف الهرمون واي على الجسم؟ تمام، الهرمون واي اولا ده رايح للعظم، ورايح للامعاء، ورايح على الكليه. مم. وكان في البدايه بيقول لك ايه؟ انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم، يعني الواد ده كان عنده الكالسيوم في الدم قليل. طب يا دكتور محمد لو كالسيوم قليل مين الهرمون اللي بيرفعه؟ البراث هرمون. راح اهو، شايفين الغدد اللي ورا دي ولا أو اسمها الغدد الجارات درقيه. هيحفز انخفاض الكالسيوم بقى الغدد الجارات الدرقيه انها تصنع الباراث هرمون. والباراث هرمون كان بيزود الكالسيوم في الدم. كلمه بيزود يعني ايه؟ الكالسيوم في الدم، اي حاجه بتزيد في الدم يعني حصل لها امتصاص. وبالتالي الاجابه هتبقى بيه بقى تحفيز امتصاص الكالسيوم من الامعاء. واكتب على الاجابه بيه كده الباراث هرمون اللي بيشتغل طبعا على العظم وليه علاقه بالكليه، وليه علاقه بالكليه ولا ما خلي بالك اي حاجه بتزيد في الدم مثلا تخش على الكليه. ولا قلت لك لو الكالسيوم زاد في الكليه ممكن يعمل حصوه، حصوات الكلى. ماشي. الهرمون الذي يؤثر على نقل السيال، بص يا ولاد نقل السيال كالسيوم، يبقى يتم نقل السيال العصبي بواسطه الكالسيوم. ومين الهرمون اللي لقب الكالسيوم في الاختيارات؟ الاي سي تي اتش لا، الالدوستيرون المعادي، الادرينالين لا. يبقى طبعا الاجابه باراث هرمون. الاجابه ايه؟ باراث هرمون. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل أي الهرمونات التالية قد يؤدي نقصه لحدوث قطع في التركيب س؟ هو امتى الوتر يتقطع؟ مش لو حصل تشنجات عضلية عنيفة؟ وانا قلت لك الهرمون اللي كان بيحب التشنجات أو الباراث هرمون. نقص الباراث هرمون يؤدي إلى حدوث تشنجات عنيفة، وبالتالي العضله دي لما تتشنج يقوم الوتر اللي اسمه وتر اخير يتقطع. طبعا الاجابه هتبقى باراث هرمون. اي الاعراض التاليه يمكن ان تكون من مضاعفات عمليه استئصال الجزء المتضخم من الغده الدرقيه لمريض التضخم الجحوظي؟ طبعا بص، اللقطه في ايه؟ الغده الدرقيه دي لما نيجي نشيلها، كان الغده الدرقيه من ورا عندها غدد اسمها الجارات الدرقيه. طب ما انت مش هتشيلها وتسيب الجارات الدرقيه، تسيبها متعلقه في خدتك يعني؟ كده انا هضطر ان انا اشيل الجارات الدرقيه. والجارات الدرقيه دي كانت للاسف بتصنع براث هرمون. وبالتالي لو انا شلتها مش هيبقى في براث هرمون، وانا لسه قايل لك نقص البراث هرمون يعمل تشنجات. وبالتالي الاجابه هتبقى جيم، التعرض لتشنجات عنيفه نتيجه نقص البراث هرمون. الغدد الكظريه اسئلتها مهمه. اي الهرمونات التاليه وله قابله للذوبان في الماء؟ اولا بس نكتب معلومه كده، الهرمونات الدهنيه لا تذوب في الماء. وكان في جمله كده في الفيلم مشهور يقول لك لا يمكن ان يختلط الزيت بالماء. اهي الهرمونات الدهنيه دي ما بتدوبش في الميه ولا؟ اولا كل دي كده هرمونات دهنيه مش معانا. الاجابه الوحيده الانسولين، ده يدخل فيه تكوينه احماض امينيه وبروتين. 137 اي مما يلي يؤثر على، خلي بالك انا كنت بعت لك فيديو لطلبه كليه الطب وعامل لك فيه تقسيمه مش هتلاقي فيه مدرس بيقولها لك. كل مين الامينو اسيد او مين الهرمون اللي بيدخل فيه تكوينه امينو اسيد واحد او حمض اميني واحد، ومين الهرمون اللي بيدخل فيه تكوينه اكتر من امينو اسيد او اكتر من حمض اميني، ومين الهرمون اللي عنده بولي بيبتايد تشين، ومين الهرمون اللي عنده بروتين، ومين الهرمون اللي يعتبر ستيرويدز. الكلام ده هتلاقيه في الفيديو اللي انا بعته الخاص بطلبه كليه الطب. قلت لك في الفيديو ده فيه معلومات اضافيه بس مهمه، وهتيجي منها سؤال اهو. وفهمتك في الفيديو يعني ايه كلمه لايبوفيليك ويعني ايه هيدرو فيليك ويعني ايه لايبوفوبيك ويعني ايه هيدروفوبيك، وانا فهمتك اللقطه. ماشي ماشي. اي ممال يؤثر على افراز هرمون الكورتيزون؟ طبعا يا جماعه احنا قلنا الاي سي تي اتش اللي طالع من الفص الامامي للغده النخاميه بيروح يشتغل على قشره الغده الكظريه دي، القشره اللي بره، ويحفزها انها تصنع الكورتيزون. طبعا الاجابه تبقى اي سي تي اتش. وكنا نقول ان الاي سي تي اتش ده بيشتغل على الكليه بشكل غير مباشر، بينما الاي دي اتش كان بيشتغل على الكليه بشكل مباشر. والاسئله دي كانت مكرره كتير. اي ممال يترتب على زياده افراز هرمون الالدوستيرون في الدم؟ هو ثانيه بس، هو الالدوستيرون ده كان بيعمل ايه؟ كان بيزود الصوديوم في الدم ويقلل البوتاسيوم في الدم. كان بيكره البوتاسيوم فكان بيقلل البوتاسيوم في الدم. وبالتالي الاجابه ج اهو، انخفاض تركيز ايونات البوتاسيوم فين؟ في الدم. وعلى فكره البوتاسيوم كان معاه مين كمان لو فاكرين؟ كان معاه الهيدروجين. اي رسومات التاليه يعبر عن تاثير انخفاض الالدوستيرون؟
تاثير انخفاض الالدوستيرون. طب في الدم خلي بالك ها. هو الالدوستيرون لو قال لي يعني ايه اللي يحصل للصوديوم والبوتاسيوم في البول، ركز ابوس ركب. هو الالدوستيرون كان بيقلل الصوديوم في البول. طب لو الالدوستيرون ما بقاش موجود ساعتها الصوديوم في البول هيزيد العكس. يبقى عايز اختار الصوديوم اهو اللي هو الاورنج ده في البول يزيد اهو. طب ثانية، هو الالدوستيرون كان بيعمل في البوتاسيوم في البول؟ كان بص بص بيزود البوتاسيوم في البول ده في الحالة الطبيعية. طب افرض الالدوستيرون ما بقاش موجود، اعكس بقى، يبقى هيقلل البوتاسيوم في البول، يبقى فعلا البوتاسيوم في البول هيقل. يبقى كده الإجابة دي. أي الهرمونات التالية غير قابل للذوبان في الماء؟ يبقى الهرمون مين؟ الدهني. الهرمونات الدهنية لا تذوب في الماء، الهرمونات الدهنية لا تذوب في الماء. طبعا الإجابة يا جماعة إجابة تبقى الكورتيكوستيرون. الكورتيكوستيرويد أو الكورتيكوستيرون ده عبارة عن استيرويد لا يذوب في الماء. على فكرة اكتب معايا الملحوظة دي كده: جميع هرمونات القشرة دهنية أو استرويدية. يعني إيه استرويدية بقى؟ يعني لا تذوب في الماء. عشان كده هنا اخترنا الإجابة ألف. من أين تتحرر الهرمونات التي تؤثر على نفرونات الكلى؟ طبعا الهرمونات اللي بتأثر على نفرونات الكلى يا إما الاي دي اتش، يا إما عندك الالدوستيرون. ليه علاقة برضو بالموضوع. يبقى طبعا قشرة الغدة الكظرية والفص الخلفي. الفص الخلفي اللي هو مين؟ ها، الاي دي اتش. يبقى الإجابة هتبقى ب. السؤال اللي بعده: قام أحد الباحثين بإزالة جزء كبير من الطبقة الخارجية للغدة. الطبقة الخارجية يقصد بها مين؟ قشرة الغدة الكظرية يعني. ما النتيجة المترتبة على هذا يا ولاد؟ طبعا القشرة كانت بتطلع مين؟ الكورتيزون والكورتيكوستيرون والالدوستيرون والهرمونات الجنسية. طب أنا لو شلتها الكورتيزون هيقل والالدوستيرون هيقل والهرمونات الجنسية تقل. الاي سي تي اتش ملوش علاقة. الادرينالين ده النخاع، هو بيسأل على القشرة. انخفاض الالدوستيرون طب زيادة الكورتيزون لا مش زيادة، نقص. يبقى الإجابة هتبقى ب. ما الهرمون الذي تتوقع ارتفاع مستواه في الدم عند تناول وجبه تحتوي على اسماك مملحه؟ ثانيه بس. انا لو اكلت اكل فيه ملح كتير كده الملح في الدم هيعلى. طب ما كده الضغط يعلى ونموت. يقوم ربنا يطلع لنا الاي دي اتش. الاي دي اتش كان بيعمل ايه؟ يرجع الميه للدم. هي الميه هتعمل ايه في الملح؟ تدوبه. يبقى انا لو اكلت اكل فيه ملح كتير ما تقلقش، ربنا خلق لنا الاي دي اتش يرجع الميه للدم تاني فيدوب الملح الزياده. يبقى الاجابه طبعا هتبقى وش كده قولا فصل، الاجابه تبقى ال دي اتش. الهرمون اللي يؤثر في ايض النشويات، سؤال مباشر، الاي سي تي اتش. واحد يقول لي يا دكتور لا بس ده بطريقه غير مباشره. ايوه، لان الاي سي تي اتش ده هو اللي بيطلع الكورتيزون، والكورتيزون ده هو اللي بيأثر على مين يا ولاد؟ ايض النشويات. اي الهرمونات يؤثر نشاطها على تركيز البول في الانسان السليم؟ طبعا الالدوستيرون يا ولاد. ليه؟ يزود الصوديوم في الدم، يقلل الصوديوم في البول، يزود البوتاسيوم في البول. وطبعا الاي دي اتش اللي كان بيرجع الميه فكان بيقلل كميه البول ويزود تركيزه. يبقى اللي بيأثر على تركيز البول هو الالدوستيرون والاي دي اتش. اي الهرمونات يتزامن افرازه مع نشاط اللاعبين داخل الملعب؟ داخل الملعب اوعى تختار جلوكاجون. الجلوكاجون انا قلتها قبل كده وبعدها تاني وانا بريء منك. الجلوكاجون ليس له علاقه بالعضلات، يبقى ملوش علاقه بالملاعب يا معلم. ده بيشتغل على الكبد بس، العضله لا. يبقى اللي بيزود السكر وانا بلعب في الملعب الادرينالين. يبقى الادرينالين اهو ده بيعمل على رفع نسبه الجلوكوز، وكان بيزود معدل ضربات القلب وبيزود ضغط الدم. يعني ده مهم جدا 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 وانت بتلعب قشطه. يبقى الاجابه ادرينالين. السؤال اللي بعده: اي من المعادن تختلف كميته بين س وصاد بفعل التركيب لام؟ ماشي، التركيب لام من الاخر كده بيتكلم عن الكليه تحت تاثير الهرمون المفرز من الفص الامامي للغده النخاميه، يقصد بيه الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش طبعا كان بيشتغل على قشره الغده الكظريه ويحفزها انها تصنع الالدوستيرون. والالدوستيرون ده يا ولاد اللي كان بيعمل ايه؟ كان بيطرد البوتاسيوم في البول. يبقى طبعا ليه علاقه بمين ده بقى؟ في بين دي رسمه كليه يعني، يبقى ليه علاقه بايونات البوتاسيوم. بعد إجراء عدة فحوصات لعينة دم إنسان لوحظ نقص حاد في الصوديوم يا ولاد. بس خلي بالك، ده عينة إيه يا باشا؟ هل البول ولا دم؟ يبقى الواد ده عنده نقص صوديوم في الدم. ثانية واحدة، هو الألدوستيرون كان بيعمل إيه؟ الألدوستيرون كان بيزود الصوديوم في الدم، بس ده في الشخص الطبيعي، ده كده طبيعي. انما ده عنده هو شخص مش طبيعي، ده الالدوستيرون مش موجود وبالتالي فعلا عنده نقص صوديوم في الدم. يبقى هنا اللقطه يا جماعه في مين؟ في هرمون الالدوستيرون هو اللي ايه؟ الاختلاف. اي مال يمكن ملاحظته في تحليل الدم
عند اصابه قشره الغده الكظريه. لو انا عملت تحليل عين الدم وبصيت على قشره الغده الكظريه، خلاص، ولقيتها مصابه، القشره دي كانت مصابه، هلاحظ ايه في الدم؟ بيتكلم على مين؟ الدم. هو المفروض يا جماعه القشره كانت بتصنع الالدوستيرون. تعال نفتكر كده مع بعض اللي بيحصل. الالدوستيرون ده كان بيزود الصوديوم في الدم. هو بقى القشره مصابه، يبقى هل الصوديوم في الدم يزيد؟ لا. يبقى هلاحظ ايه؟ انخفاض الصوديوم. طب ثانيه، الالدوستيرون كان بيقلل البوتاسيوم في الدم. طب الوقت القشره مصابه، يبقى مفيش الدوستيرون، يبقى هلاقي البوتاسيوم في الدم عالي. يبقى طبعا هلاقي ارتفاع في البوتاسيوم، يبقى الاجابه هتبقى ب. السؤال 150. اي العبارات التاليه تعبر عن العلاقه بين الاي سي تي اتش والكورتيزون والالدوستيرون؟ علاقه طرديه. ما هو الاي سي تي اتش هو اللي بيطلع الكورتيزون وهو اللي بيطلع الالدوستيرون. يبقى طبعا الاجابه ج، يزداد افراز الكورتيزون والالدوستيرون بزياده الاي سي تي اتش. كل دي علاقات ايه؟ علاقه طرديه. السؤال اللي بعده. من الشكل المقابل الذي يوضح الاتصال العصبي بالغده الكظريه ما الهرمونات س وص وعين؟ تعال نشوف. اولا س، الحته الصفراء اللي بره دي نكتب عليها كده القشره، والحته الحمراء اللي جوه دي نكتب عليها النخاع. انا شايف ان سي راح يشتغل على القشره، يبقى ده الاي سي تي اتش، وش ده اللي بيحفز القشره انها تطلع الهرمونات. في هرمون طالع من صاد ده البرتقاني اللي هو النخاع، يبقى ده وش الادرينالين والنور ادرينالين. وفي هرمون طالع من القشره نفسها. هرمونات القشره مين يا جماعه؟ يا اما الكورتيزون يا اما الالدوستيرون على حسب الاختيارات. يبقى هنا س قلنا الاي سي تي اتش، صاد ادرينالين، عين الالدوستيرون. ليه؟ عشان ده طالع من القشره، انما ده طالع من الاورنج يعني طالع من النخاع. يبقى طبعا الاجابه هتبقى ج. ما الهرمونات الاسرع في الافراز؟ طبعا اسرع واحد في الافراز اللي بيطلع في حالات الطوارئ والفزع والخوف والهروب والقتال والاثاره والسقوط في الامتحان، فاكرين؟ هو صاد الادرينالين يا ولاد، ده بتاع الامرجنسي سيرويشن. الامرجنسي يعني ايه؟ حالات الطوارئ والخطر. ما الذي يترتب على التحفيز العصبي الموضح بالشكل؟ طبعا يا جماعه لو في تحفيز عصبي بقى يوم الادرينالين يطلع كجهاز عصبي سمبثاوي، اخدته جهاز عصبي سمبثاوي في ثانيه ثانوي، ويزود ضغط الدم. يبقى الاجابه طبعا هتبقى ب، سرعه استجابه خلايا الغده لافراز هرمون يرفع ضغط الدم. يقصد بمين الهرمون ده؟ اكتب عليه كده الادرينالين. دي في حاله التحفيز الايه العصبي، جهاز اسمه الجهاز العصبي السمبثاوي بيخلي النخاع يطلع الادرينالين. ما سبب زيادة عدد ضربات القلب لو انا شفت كلب مثلا او اسد او اي حاجة؟ طبعا يا جماعة دي حالات طوارئ. يبقى حالات طوارئ يعني بيزيد الادرينالين. هو الادرينالين طالع منين؟ قال لك طالع من النخاع. طبعا يا جماعة هو افكرك دي الكلية فوقها، دي كده كان اللي بره ده اسمه القشرة، والحتة اللي جوه دي كان اسمها النخاع. طبعا الادرينالين ده طالع منين يا ولا من النخاع؟ يبقى الاجابة هتبقى به طبعا ارتفاع تركيز هرمونات النخاع. اي الرسومات التالية غير صحيحة عن زيادة نشاط النخاع؟ عايزك تختار عبارة غلط. تعال نشوف. بسم الله. النخاع ده طبعا بيطلع ادرينالين وبيطلع نور ادرينالين، خلاص. هو الادرينالين والنور ادرينالين دول، تعال نشوف كده، مع مرور الزمن كانوا بيزودوا ضربات القلب لغايه لحظه معينه، بعد كده الكلب ما بقاش بيجري ورايا الضربات تظبط. الادرينالين في الوقت الصحيح كان بيرفعوا السكر بس اللي ما لقيناه لا، بعد وقت معين كان بيظبط. الادرينالين والنور ادرينالين كان بيزودوا الجلوكوز، هو لما بيزودوا الجلوكوز يعني بيقللوا مين؟ بيقللوا الجلايكوجين. يبقى الف صح وب صح وج صح. يبقى الاجابه الوحيده طبعا هي الاجابه د اللي تعتبر اجابه خاطئه. 154. اي الهرمونات التاليه مسؤوله عن استجابه العضله للسيال العصبي؟ بص يا ابني، سيال عصبي يعني صوديوم بوتاسيوم، دخول صوديوم خروج بوتاسيوم، فاكر؟ واللي له علاقه بتنظيم الصوديوم والبوتاسيوم اكيد الالدوستيرون. لكن لو قال لك نقل السيال، عارف لو قال لك نقل السيال كنا اخترنا الباراث هرمون. الباراث هرمون هو اللي له علاقه بنقل السيال. 155. والله العظيم ولا تبص على رسمه، هو عايزك تختار العباره التي تتفق او العباره الصحيحه من الاخر. بص لي على بيه كده. انخفاض نسبة الصوديوم في البول يفسرها ارتفاع الالدوستيرون. ده هو ده الإجابة فعلا. تعال نقرا كده ليه اخترنا الإجابة ب. ثانية بس، هو الالدوستيرون كان بيعمل إيه؟ قلنا الالدوستيرون بيزود الصوديوم في الدم ويقلل الصوديوم في البول. هو بيقول لك أهو نقص الصوديوم في البول معناه إن مين شغال؟ الالدوستيرون. قول له هي دي العبارة. نقص الصوديوم في البول معنى كده إن الالدوستيرون شغال. أيوه قول له هي دي العبارة الصحيحة.
ما الهرمون اللي بيشتغل، انا تعبت من السؤال ده، بشكل غير مباشر؟ يبقى الاي سي تي اتش. طب لو قال لك بشكل مباشر يبقى الاي دي اتش. هو هنا بيتكلم عن مين؟ شكل غير مباشر، يبقى الاجابه اي سي تي اتش. يتعرض جسم المتسابق في نهايه الماراثون للاصابه بالجفاف. بالجفاف، جفاف، يبقى هنطلع له الاي دي اتش عشان يعالج له الجفاف. الاي دي اتش ده طالع منين؟ من الفص الخلفي، يعني الجزء العصبي في الغده النخاميه. تمام. اي اجزاء الغده النخاميه والغده الكظريه، والغده الكظريه المسؤول عن الترتيب. طبعا جفاف دي يعني حاله طوارئ، حاله طوارئ. آه ثانيه كده. اي اجزاء الغده النخاميه والغده الكظريه على الترتيب مسؤول عن استعاده الاتزان الاسموزي. اتزان الاسموزي يعني عايز ايه؟ صوديوم وبوتاسيوم. بس ادام قال لك اتزان اسموزي، ما هو اسموزي يعني ايونات، يعني صوديوم وبوتاسيوم. اولا الاي دي اتش قلنا طالع من الجزء العصبي، يبقى دي مش معانا ودي مش معانا، يبقى الاجابه يا اما ج يا اما د. اختار بقى قشره ولا نخاع؟ لا، قال لك اتزان اسموزي يعني صوديوم وبوتاسيوم. وطبعا اللي بيتحكم في الصوديوم وبوتاسيوم الالدوستيرون، والالدوستيرون طالع منين؟ طالع من القشره وليس النخاع. يبقى الاجابه هتبقى ج يا دكاتره. 158. أي مما يلي يعبر عن الهرمونات واحد واثنين وثلاثة على الترتيب؟ أولا ما شاء الله، الهرمون واحد أهو. أولا يعني هي دي غدة، المفروض إن دي الغدة النخامية، بس أنا هكبرها لك عشان تشوف أهو. أهو الحتة اللي هو مشاور عليها دي، دي عبارة عن الغدة النخامية. وعموما الغدة النخامية راح اشتغلت على الحتة اللي بره. الحتة اللي بره دي اسمها قشرة الغدة الكظرية. يبقى ده هرمون مين؟ الاي سي تي اتش. خلاص. يبقى ده هرمون مين؟ الاي سي تي اتش. المهم يبقى كده انا فهمتك ان دي غده نخاميه طلعت مين؟ الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش راح يشتغل على القشره. وطبعا لما يشتغل على القشره يحفز القشره انها تطلع هرمونات. الهرمون رقم اتنين ده راح يشتغل على الكليه، يبقى ده كده الالدوستيرون. والنخاع اللي جوه الاورنج اهو، النخاع اللي جوه ده اما طلع هرمون اشتغل على الكبد. ده مين يا ولاد؟ الادرينالين والنور ادرينالين. بيحولوا الجلايكوجين الى جلوكوز. الاجابه الف. ماذا يحدث عند تناول وجبه فقيره بالملح؟ سؤال بقى. انت اكلت اكل بس عنده نقص املاح، يعني نقص صوديوم. يعني انت الصوديوم في الدم قليل. يلا ولا مين الهرمون اللي بيحب الصوديوم في الدم؟ الالدوستيرون. مش انت اكلت اكل فيه نقص صوديوم؟ مش الملح ده يعني ايون صوديوم؟ وبالتالي نقص الصوديوم في الدم مين يعالجه؟ الالدوستيرون، لان الالدوستيرون كان بيزود الصوديوم في الدم يا ولاد. وبالتالي طبعا الاجابه هتبقى الف، ارتفاع مستوى هرمون الالدوستيرون في الدم. السؤال اللي بعده: من خلال دراستك للشكل المقابل ما الهرمونات المشار اليها؟ والله نفس الفكره دي. يلا لا، الغده النخاميه طلعت هرمون اسمه ايه؟ الاي سي تي اتش. راح اشتغل على القشره واشتغل على النخاع. الهرمون سي ده طالع من القشره، الحته الصفراء اللي هي القشره. يبقى ده كده الكورتيزون. يبقى سي ده اكتب عليه كده كورتيزون. والهرمون بي طالع من النخاع، يبقى اكتب عليه ادرينالين ونور ادرينالين. نفس السؤال اللي فوق. طبعا الاجابه هتبقى الف. اي الاشكال التاليه يعبر بشكل صحيح عن آلية عمل هرمون الالدوستيرون؟ خلاص. تعال نشوف الرسمه ده كده. انا قلت لك قبل كده ان الالدوستيرون بيزود الصوديوم في الدم، يعني عايز يودي الصوديوم على الوريد. او بص السهم ده اهو، واخد الصوديوم رايح بيه على الوريد. وبيزود البوتاسيوم في البول. يعني ايه بوتاسيوم في البول؟ يعني البوتاسيوم لازم يخش على الكليه ويطلع في البول. يبقى بص بص اهو، شايف السهم ده اهو، واخد البوتاسيوم اهو ورايح بيه على النفرون. النفرون ده مين؟ الكليه. اي حاجه بتعدي على الكليه مصيرها تنزل في البول. يبقى الاجابه طبعا هتبقى د. السهم ده اكتب عليه امتصاص. يبقى السهم بتاع الصوديوم نكتب عليه امتصاص. يبقى الحاجه اللي راجعه على الدم دي اسمها عمليه امتصاص. اذا علمت ان هرمون الاي ان اف اسمه اتريال نت ريوريتك فاكتور، مش عليكم، هو هرمون يفرز من الاذين الايمن في حاله ارتفاع ضغط الدم ليحفز الكليه على التخلص من ايونات الصوديوم الزائده. يبقى الهرمون ده بيطرد الصوديوم في البول. ما هو بيتخلص من الصوديوم يعني بيطرده في البول. هو مين الهرمون يا جماعه اللي كان بيحب الصوديوم قوي؟ الالدوستيرون. يبقى يقول لك ما الهرمون اللي عكسه؟ اللي عكسه طبعا مين؟ الالدوستيرون. كلمتين عن الاتريال ناتريوتيك فاكتور دي اعرفوهم من اخوكم اتش بقى. بص يا ولاد، القلب ده بيتغذى عن طريق
ارتري كده بنقول عليه الكوروناري ارتري، هي الشرايين التاجيه. يعني الشرايين التاجيه دي بتاخد الدم اهو وتوديه للقلب عشان يغذي الايه، يغذي القلب. طب افرض الشريان التاجي ده اضيق، كده كميه الدم اللي واصله للقلب هتضيق، مش هيبقى فيه دم. تضيق ايه؟ تقفل، مش هيبقى فيه دم. المرض ده في الطب عندنا اسمه اسكيميك هارت ديزيز، مرض نقص الدم للقلب. يوم ربنا يخلي القلب يطلع حاجه اسمها الاتريال ناتريوريتك فاكتور، اللي يعمل فازو دايلاتيشن في هذا الارتري. يعني ايه فازو دايلاتيشن؟ اتساع في الوعاء الدموي ده. كده لما الوعاء الدموي يتسع الدم يروح للقلب يغذيه. يبقى انا كده عالجت الاسكيميك هارت ديزيز، عالجت مرض نقص الايه، الدم للقلب. طبعا مش عالج، بس انا بدردش معاك في سبيل الايه، المرقعه يعني. اللي بعده، اي الهرمونات التاليه لا يوجد له مستقبلات في خلايا الغده النخاميه. يعني عايزك تختار هرمون مالوش علاقه او ليس له مستقبلات بخلايا الغده النخاميه. تعال نشوف. الغده النخاميه اهي بتصنع هرمون اسمه ACTH. الهرمون ده راح يشتغل على ايه؟ على قشره الغده الكظريه. يبقى المستقبلات بتاعته فين؟ على قشره الغده الكظريه. هل المستقبلات هنا؟ يا ابني المستقبلات بتبقى على العضو اللي احنا نشتغل عليه. المستقبلات بتبقى على العضو اللي احنا نشتغل عليه. وبالتالي الهرمون اللي ملوش علاقه فعلا هو ايه؟ الاي سي تي اتش. لان ده اكتب كده، توجد مستقبلاته على قشرة الغدة الكظرية فقط. ادرس الجدول الذي امامك. خلي بالك ده جه تجريبي اهو دفعه 21، يوضح نتيجه تحليل لقياس تركيز الاي سي تي اتش وهرمون الالدوستيرون. الواد ده الاي سي تي اتش عنده عالي والالدوستيرون عنده عالي. اه، ادام الاثنين عاليين يبقى المشكله فوق. يعني المشكله في الغده الايه يا ولاد؟ النخاميه. خلاص كده. ما الذي يمكن استنتاجه؟ تعال نشوف. هو الاي سي تي اتش عالي، وهوبا القشره تقوم شغاله فبتستجيب. الاي سي تي اتش عالي، فهوبا القشره تقوم شغاله فتستجيب تطلع الدوستيرون. الاي دي اتش، الاي سي تي اتش عالي، فهوبا القشره تقوم شغاله وتستجيب. هل هنا في خلل في النخاميه والقشره؟ لا. الغده النخاميه تعمل بشكل طبيعي؟ لا. كلا الغدتين تعمل بشكل طبيعي؟ لا برضه. ما في واحد، الاثنين زايدين اهو. طب استجابه القشره لنشاط الغده النخاميه الزائد، الغده النخاميه هبله زياده. ما انا قلت لك لو السهمين مع بعض يبقى هنا الخلل فوق، يعني الخلل في الغده النخاميه. هي الغده النخاميه هبله، ومين بيسمع كلامها؟ القشره. وبالتالي فعلا الاجابه هتبقى دي. قام شخص باجراء تحليل لنسبه هرمون الاي سي تي اتش في الدم. هو التركيز الطبيعي من نص ل 2 ونص، وهو عنده كان 10. يعني الواد ده عنده الاي سي تي اتش عالي. تمام. يبقى المفروض كده الغده النخاميه بايظه. مش هو عنده الاي سي تي اتش عالي؟ هو الاي سي تي اتش ده طالع منين؟ مش من الغده النخاميه؟ يبقى بما ان الاي سي تي اتش عالي يبقى هو مفروض الغده النخاميه بايظه. بس في الطب الكلام ده غلط. ما تحكمش على الحاجه من غير ما تركز. يعني مش لازم نشوف التحليل يبقى مش التحليل ده هو اللي بيقيم، لا. هو اللقطه في ايه؟ ان احنا لما عملنا له اشعه بقى مقطعيه المفروض نلاقي الغده النخاميه بايظه، لقينا الغده النخاميه سليمه. فاكرين حاله الميكسيديما؟ نفس الفكره. التي سي اتش كان عالي والغده النخاميه سليمه، نفس اللقطه. الاي سي تي اتش عالي والغده النخاميه سليمه. يبقى اللقطه في ايه بقى؟ ان القشره هبله ما بتشتغلش. القشره لما ما بتشتغلش عماله تبعت اشاره تزود الاي سي تي اتش، وده اسمه بوزيتيف فيدباك. فاكرين الكلام ده؟ تمام. يبقى طبعا الاجابه تبقى د، قصور في القشره. القشره هي اللي فيها مشكله. السؤال اللي بعده. أي الهرمونات التالية يؤدي زيادة إفرازه إلى نقص كمية البوتاسيوم في الوعاء الدموي؟ صاد. طبعا اللي له علاقة يا جماعة بالصوديوم والبوتاسيوم هو هرمون الألدوستيرون، من غير ما تفكر يعني. يبقى لو قال لك صوديوم قال لك بوتاسيوم وأنت مغمض، الإجابة إيه؟ طبعا ألدوستيرون. ثانية واحدة يا شباب معلش. يقول لك إذا علمت أن هرمون الكورتيزون يحفز تحويل الأحماض الأمينية إلى جلوكوز. امم يبقى هرمون الكورتيزون ده بيجي على الحمض الأميني ويحوله إلى جلوكوز. هو ده عكس مين بقى؟ ده عكس هرمون النمو. تخيل بقى، هرمون النمو بنائي صح ولا لا؟ فأي من الأشكال يعبر عن تأثير زيادة الكورتيزون على نشاط هرمون النمو. هرمون النمو عايز يبني وأنت عمال تكسر أهو. يبقى بالتالي الإجابة طبعا هتبقى د، عكس بعضه. كل ما الكورتيزون يزيد نشاط هرمون النمو يقل. السؤال اللي بعده. الشكل التالي يوضح تأثير أحد الهرمونات على على نفرونات الكلية. أي العبارات التالية صحيحة يا دكاترة؟ ماشي. أولا في أنا عندي هرمون سين، هرمون سي،
وفي عندي الهرمون صاد. في هرمون سوري، الايون دي ايونات يا ولاد، ايون س وصاد، وده تركيز الايون. ده طبعا نهاية النفرون كان تركيزه قليل، وفي بداية النفرون كان تركيزه عالي. انما ده في بداية النفرون كان تركيزه آه، قليل، وفي نهاية النفرون كان تركيزه عالي. هو طبعا خلي بالك، خلي بالك كده الايون ده لما بيبقى في النهاية تركيزه قليل، معنى كده انه حصل له عملية ايه؟ امتصاص، يعني ما نزلش في البول. يبقى الهرمون س بيحفز امتصاص الصوديوم، قشطه، يبقى ده الالدوستيرون. يبقى طبعا الاجابه هتبقى الهرمون اللي اسمه الدوستيرون. ليه عملي الايون س ده؟ عرفنا ان هو صوديوم. ليه صوديوم؟ لان في النهايه ما بقاش كتير، ما نزلش في البول كتير. طب هنا بقى ما شاء الله الهرمون ده كان قليل، وفي نهايه النفرون بقى عالي. عارف يعني ايه في نهايه النفرون عالي؟ يعني الواد ده نزل على المثانه البوليه بكميه غبيه. يبقى الايون صد ده ايون البوتاسيوم، لان البوتاسيوم يتم طرده فين يا ولاد؟ في البول عن طريق الالدوستيرون. يبقى الاجابه د. اي الغدد التاليه تفرز هرمونات تختلف عن بعضها في التركيب الكيميائي؟ طبعا وش الغده الكظريه يا دكاتره. مره القشره بتطلع هرمونات دهنيه، والادرينالين والنور ادرينالين هرمونات طبعا بروتينيه. من خلال دراستك الشكل المقابل، اي الاوعيه التاليه يمر خلالها ناتج تاثير هرمون الجلوكاجون؟ اولا، هو الجلوكاجون بيعمل ايه؟ عايز يرفع الجلوكوز في الدم. يعني بص بص، يعني ايه جلوكوز في الدم؟ بص يا ولاد، اي حاجه داخله جوه الاورجن بنقول عليها شريان، واي حاجه طالعه من الاورجن بنقول عليها وريد، طالعه من العضو وريد. سؤال، الحاجه اللي داخله دي نسيبها تمشي في البول؟ لا، انا عايز ارجع الحاجه للدم، يبقى عايز امشيها فين؟ في الوريد. الوريد يا جماعه دايما بيبقى ازرق، يبقى لونه ازرق ده كده وريد. يبقى طبعا انا عايز ارفع الجلوكوز في الدم، ارجعه عن طريق الوريد. الوريد طبعا اللي هو امين الف، الازرق اللي هو ميم س. اذا علمت ان متلازمه اديسون هي تضرر الجزء الخارجي، اكتب عليه كده قشره الغده الكظريه. اي نتائج التاليه تترتب على هذا؟ طبعا يا جماعه، اولا تضخم عظام الفكين، ده اكروميجالي. تضخم الجزء الامامي من الرقبه، ده تضخم جحوظي ملوش علاقه بالقشره. هشاشه في العظام، ده برص هرمون وكالسيتونين ملوش علاقه بالقشره. عدم انتظام الدوره الشهريه، ايوه، لان هرمونات القشره ولا كان فيها هرمونات جنسيه، هرمونات جنسيه دي يبقى اكيد لها علاقه بالدوره الايه الشهريه. اي الهرمونات التاليه يؤثر على جميع انواع العضلات؟ جميع انواع العضلات. اولا الاي دي اتش لا. الادرينالين ده بتاع حالات الطوارئ بقى، يبقى بيشتغل على كله، الكبد والعضلات وعبيله والديل. يبقى الاجابه طبعا الادرينالين. انما جلوكاجون على الكبد بس، الاكسيتوسين عضلات الرحم بس. خلاص. من خلال دراستك للشكل المقابل، اي الهرمونات التاليه يفرز تحت تاثير الماده س؟ اي الهرمونات التاليه يفرز تحت تاثير الماده س؟ تمام، تعالى كده نشوف الاختيارات بتاعتنا. اولا الماده س دي مين يا ولاد؟ طبعا دي الاسيتايل ايه؟ الاستايل كولين. يبقى الماده س عندك اللي هو الاستايل كولين. طبعا الاستايل كولين ده كان بيعمل انقباض يا دكاتره، انقباض في العضلات، طبعا يبقى الفي اتش او الاي دي اتش. والراعي الرسمي طبعا برضو بتاعنا اثناء الايه الحالات الطوارئ والجري والهروب الادرينالين. مش ده كان بيعمل في الانقباض في العضلات الملساء؟ وطبعا الاستايل كولين ده خدناه قبل كده في الباب الاول، انه بيعمل انقباض في العضلات. يبقى بالتالي الاجابه تبقى طبعا ب يا دكاتره. السؤال اللي بعده والاخير ان شاء الله، ادرس الرسم المقابل ثم حدد اي العبارات التاليه صحيحه عن الهرمونين س والهرمونين والهرمون ص. الهرمون س ده اهو، الهرمون س رايح يشتغل على نفرونات الكلى. خلاص، يبقى ده هرمون مين؟ الاي دي اتش. والهرمون صاد، الهرمون صاد برضو ليه علاقه بالكليه. يبقى ده مين؟ ركز معايا، الالدوستيرون. يبقى ده كده الالدوستيرون. وانا قلت لك وفهمتك قبل كده ان سواء اي دي اتش او الدوستيرون فهم ليهم علاقه بتركيز البول. ده كان بيزود الصوديوم في الدم فبيقلل الصوديوم في البول، يبقى له علاقه بالتركيز ايونات البول. وبيزود البوتاسيوم في البول، يبقى له علاقه بتركيز ايونات البوتاسيوم في البول. الاي دي اتش كان بيعمل اعاده امتصاص للماء، فكان بيقلل كميه البول وبيزود تركيزه. وبالتالي طبعا الاجابه صح يا جيم، الهرمون س والهرمون ص بيشتغلان على تركيز البول. كده يا دكاتره خلصنا تقريبا كل اسئله الهرمونات اللي كنا سايبينها. كان معكم اخوكم دكتور محمد هشام. اسمعوا الفيديوهات وركزوا فيها، اهم حاجه حل الاسئله. دمتم بخير موفقين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.